ستاربكس ماكدونالدز مثلا، الاثنين دول بابا المجال في مجالاتهم. الناس دي قفلت اللعبه، الناس دي احنا كنا بناخدهم كيس ستادي واحنا بنذاكر زمان في الماجستير. ماكدونالدز اعمل زيه تبقى ناجح، ستاربكس اعمل زيه تبقى ناجح. اللي انا قصدي عليه ان محدش كبير على الوعي، مهما كنت حجمك ومهما انت عامل الموديول الصح ومهما انت كنت كيس ستادي في النجاح، ممكن يجي لك اي اكسترنال فاكتور يوديك في حته ثانيه خالص. انا بقول الكلام ده للناس ليه؟ لان يا جماعه حياه الناس اللي بتعمل مشاريع مش حياه الناس الموظفين. حياه الناس اللي بتعمل مشاريع وكيانات وبراندات ممكن في يوم وليله ينزل الارض. انا بس عايز الناس تستفيد من التجربه دي، تستفيد من تجربه ستاربكس وماكدونالدز، ان هو ازاي وقع، ازاي انهار في يوم وليله. ده ممكن يقوم امتى الله اعلم، يقوم ازاي برضه هندرسه. وهو عنده من الماركتنج انه يقنعك ان ما حصلش حاجه ده عادي يعني. بس فكره ان انت مهما كان كيانك توقع بلان بي. فمن الاول تقبل ان هي دي حياه مين؟ الناس اللي انت منبهر بيهم كلهم وشايفهم مديول وناس ناجحه، ده اللي بيحصل معاهم. فما تعظمش الفشل ولا تعظم النجاح. يعني ايه؟ وقعت ما تعتبرش دي نهايه الدنيا، ولو نجحت ما تخيلش ان هدنك كده على طول. جملتي اللي انا بقولها لك دايما يا جبر ايه؟ ما بتدومش. صح ولا لا؟